السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المغرب الجميل. يصمم المغرب على إتمام مشروع طموح يهدف إلى بناء ماروكو سبور سيتي، والتي ستكون ثاني أكبر مدينة أو قرية رياضية في العالم، وذلك على مساحة 100 هكتار في مدينة سليمان. وستضم القرية الرياضية مجموعة من المرافق المتطورة، بما في ذلك أكبر ملعب لكرة القدم في العالم بسعة تصل إلى 115 ألف مقعد، مما سيمكن المملكة من استضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك سيتم إنشاء ملعب أولمبي بسعة 25 ألف مقعد ومسبح أولمبي، مما يعكس التزام المغرب بتطوير الرياضة المائية. كما تشمل المرافق الأخرى قصرا للمؤتمرات والعروض، ومركزا تجاريا، وفندقا يتيح للزوار الإقامة بالقرب من الحدث، وحديقة لتوفير مساحة ترفيهية للزوار والمقيمين. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة وأنه يأتي هذا المشروع في إطار رؤية المملكة لتعزيز البنية التحتية في الرياضة والسياحة، كما أنه سيكون فرصة لخلق فرص العمل. وينتظر أن تكون ماروكو سبور سيتي نموذجا للقرى الرياضية في العالم، وتجسد رؤية المملكة المغربية نحو مستقبل رياضي مشرق.